تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر. ورئيس اللجنة العليا سيد كربيني كيفك؟ تمام؟ لا لا ما عندك مشكلة. الوقت ضيق، الوقت ضيق، سرع يا الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الوالي الكريم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد. الحبيب السيد الصادق المهدي، الأحباب من هيئة شؤون الأنصار مع حفظ الأسماء والألقاب، الأحباب في الولاية، الأحباب في محلية قلي، الإخوة الضيوف من جميع قرانا المجاورة والأخوة الحاضرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حللتم أهلا ونزلتم سهلا. لقد حفلت قريتنا روضة المختار في هذا الصباح على غر الجمعة 7 من شهر رجب المحرم للعام 1434 للهجرة النبوية الشريفة، الموافق اليوم 17 من شهر مايو للعام 2013 للميلاد، بقدوم ربكم الميمون لافتتاح مسجدنا العامر بإذن الله تعالى، والذي نتمنى أن يكون مبروكا ومباركا بكم، وأن حضوركم في هذا اليوم يعد تشريفا لنا ما بعده تشريف. وسيظل هذا اليوم المشهود محفورا في وجدان أهل هذه القرية عامة كبارا وصغارا، لأنه اليوم الذي من الله علينا فيه بافتتاح مسجدنا هذا، وكذلك اليوم الذي تشرفنا فيه بمشاركتكم لنا هذا الحدث العظيم، وسنذكره دوما بالفخر والامتنان، وجزاكم الله خير الجزاء. لا شك أننا أشد فرحا وغبطة ببناء هذا المسجد، ولكننا أيضا فرحين وسعداء يما سعادة بقدومكم سيد الإمام وصحبكم الميامين وكافة ضيوفنا الأعزاء. إننا لنرجو أن يكون هذا المسجد وأمثاله مكانا للدعوة إلى الله بالحسنى والوسطية، وبعيدا عن أي أفكار انتفاعية أو تغريبية. وقد جعل الله هذه الأمة وسطا بين الأمم، لا هي بالغالية ولا هي بالجافية كالوادي بين الجبلين. يا رواد بيوت الله في الأرض، يا من أعد الله لكم نزلا في الجنة، يا من تولون وجوهكم شطر المسجد الحرام في صلواتكم في اليوم والليلة، فإن الله سبحانه قد رفع منزلة المساجد في الأرض وعظمها بأن نسبها إليه سبحانه، فليست لأحد سواه. قال عز من قائل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فكان علينا جميعا أن نعظمها وأن نحترمها وأن نقدسها وأن نعرف لها حقها الذي وجدت من أجله، فلا نساويها بغيرها من البقاع ولا نشبهها بسواها من الأماكن. إن المساجد بيوت الله في الأرض، ولا يحل لأحد من الخلق أن يعمل فيها إلا بما أذن الله من قول أو عمل، فلا يمكن أن تكون المساجد لغير عبادة الله والدعوة إلى سبيله وإقامة شعائر الإيمان وحفظ كتاب الله العظيم وتلاوته وتجويده ومدارسة سنته صلى الله عليه وسلم.
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورفع ذكر الله سبحانه وتعالى في كل حين، كما قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يا من تحبون بيوت الله تعالى وتحترمونها، لا تنسوا أن من علامات احترام هذه البيوت المحافظة على المظهر الحسن عند ارتيادها والدخول إليها عملا بقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالواجب أن إنهاء جميع الأعمال الدنيوية وإيقاف كافة الأشغال المادية عند سماع الأذان والمسارعة إلى النداء والتوجه إلى المسجد مهما كانت الأعذار. وعليه وجب التأكيد على الآتي: إن الدعوة المهدية التي أعلنها الإمام المهدي عليه السلام هي دعوة لإحياء الدين، وهي إحدى مشاريع حراسة الحق التي تاب أن تحيد عنه، نبتت في أرض السودان، وبالتالي هي جائزة بامتياز على شهادة صنع في السودان، مما يجعلها ملائمة وملائمة للبيئة السودانية، وهي الأقرب إلى وجدان أهل السودان السليم، وهذا ما جعلها مستمرة ومتجددة. ومن غيظ الله لها عالما فذا ومفكرا جهبذا ليعيدها صيغتها الأولى، ولكن فهم عصري ولا السيد جاي يسلم عليك وسودان عصيب سيان معا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إننا سيد الإمام نعاهدكم أننا على الدرب سائرون رغم حيث الغلاة وجيف المحجفات، كما نأمل من العلماء والمفكرين من هيئة شؤون الأنصار وغيرها أن يرفدوا هذا المسجد بعلمهم وأفكارهم ومؤلفاتهم حتى يصبح قبلة ومنارة للغرية والمنطقة كلها لينتشر العلم وينهدم الجهل. اعلموا رحمكم الله أن هذا المسجد لن يكون محصورا على حي دون غيره أو مجموعة دون سواها، فهو مسجد لله لا لأحد من الناس. ثم هو إضافة لمساجد القرية والتي هي جميعها بيوت لله أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. طلب أخير: إننا في هذه القرية لا شد شوقا ورجاء لتوالي زيارات السيد الإمام لها معلما ومرشدا ومربيا، لأنها حقا تحتاج لحكماء وعلماء أمثال فضيلته بعد أن ساد في بلادنا وكذلك ريفنا بعضا من المتفقهين والمتعالمين والمتثاقفين، فكانوا كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. إننا نشعر بالامتنان العظيم والشكر الجزيل لتشريفكم يوما من أيام الله يتم فيه افتتاح المسجد، ولا فرح لمؤمن ولا فخر أكبر من ذلك، وجعل الله ذلك في ميزان حسناتكم. كما لا يفوتني أن أشكر القائمين على أمر هذا المسجد وكل من ساهم في وضع لبن من بلاغات هذا المسجد، وجعل الله كل ذلك في ميزان حسناتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المحلية لها وضع متميز في الدعوة والسياسة، من حيث الدعوة المهدية يطلق عليها الجزيرة أبتو، وهي شهدت الدعوة المهدية منذ الدعوة السرية عندما أسر الإمام المهدي لأبونا الشيخ محمد الفضولي الذي كان من أوائل المبايعين للإمام المهدي هو وأبنائه، وهي نالت شرف الخلافة والقيادة في المهدية متمثلة في الخليفة علي وتحيل الحاج شرافه والأمير محمد الحاج أبو قردع، وردون سلم كما ترجع وراك حرمة الحاج أبو قردع. ومن حيث دورها السياسي فهي كما قال حبيبنا وظل البابور هي المخصوص الاستراتيجي لحزب الله القومي.
وكانوا حيثم عليها لأنها حزب وبموضوع هذا لا نتعرف الكامل من الإهمال في عهد الإنغاث. محلية تمتلك الأرض الخصبة والمياه والأيدي العاملة ولم يكن بها مشروع حيوي واحد. ونضرب مثال، أنشأت الإنغاث ترعة المدة ترعة السالخة ب20 عاما، وهي الآن عايق للمواصلات الخريف ما فيها ولا شيء. كما أنها تعاني، كما أنها القرى التي على شاطئ النيل تعاني من العطش، فما بال القرى التي تقع بعيدا من النيل. أما في مجال التعليم كثرة مدارس وقلة معلمين وقلة كتاب مدرسي، كوباية السكر كبر من مويه، نتحمل بالميل ولا حافظ على كوباية السكر. أما من الجانب الصحي فنسأل الله العافية من كل داء. هذا هو واقع الحال في هذه المحلية. أما من الناحية الاجتماعية فهي متميزة بمجتمع متجانس متآلف مترابط يسوده المودة والإلفة والأخاء، إلا الحالات الشاذة رغم تعدد قبائلها. وكيف لا يكون ذلك وهو مجتمع أنصاري حزب أمة كمان. في الختام أحييكم أحبابنا بحضور الإمام، وكل الحضور مشتاق لكلام الإمام.